ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم ازاي نساعد الطفل ياخد قرارات بسيطة بالنسبة لنا بس كبيرة بالنسبة له، وازاي ده هيأثر على ثقته بنفسه واحساسه ان هو شخص له قيمة في المجتمع اللي هو فيه. خلوني اديكم امثلة عن ازاي نساعد الطفل ان هو ياخد قرارات بسيطة في حياته، وبعدين اقول لكم ايه فايدة القرارات دي وده ممكن يأثر ازاي على شخصيته. لو الطفل مثلا محتاج ان هو يختار لبس معين، هنساعده ان هو يختار ده بان احنا نديله اختيارين الاتنين مناسبين بالنسبة لنا، بس هو هيحس فيهم ان هو اختار. زي مثلا تحب تلبس التيشيرت الاحمر ولا الازرق. لو عندكم وقت للعب هنقول له مثلا تحب تلعب بالبازل ولا تحب ترسم. ممكن في الوجبات مثلا لو هنقدم له هو وجبة مثلا نقول له تحب تاكل موزة ولا تفاحة مع الساندويتش مثلا. اهم حاجة ان الاختيارين يكونوا مناسبين لينا احنا، يعني لو اختار ده او ده احنا تمام بالنسبة لنا. لو احنا مثلا خارجين في مكان ممكن نديله اختيارين والمكانين بالنسبة لنا مناسبين، تحب نروح المكان ده ولا المكان ده. لو في مشكلة صغيرة ما بينه وما بين حد من اصحابه نقول له تحب تتكلم مع صاحبك ولا تحب نحل المشكلة بطريقة تانية. طبعا الأمثلة كتيرة قوي عن حاجات ممكن يكون فيها اختيارين للطفل يختار ما بينهم، وده بيحصل معانا طول اليوم. هنلاقي في حاجات كتيرة قوي تحتمل اختيارين وممكن نتكلم فيها سوا. طيب لو مش دي طريقتنا مع أطفالنا، وان احنا في حياتنا مع أطفالنا بنقرر كل حاجة، هنخرج فين، هيلعب بإيه، هيلعب مع مين، هياكل ايه، هيشرب ايه، وانا عارفة ان احنا بنعمل ده بشكل تلقائي، يعني مش قصدنا نضعف شخصيته ولا حاجة. بس خلوني اقول لكم الطفل اللي احنا بنعمل بداله كل حاجة وهو صغير بيكون عامل ازاي لما بيكون كبير. الطفل اللي مش متعود ياخد قرارات وهو صغير في الحاجات البسيطة، لما بيكبر مش بيكون عارف ياخد قرارات في الحاجات الكبيرة برضو وفي القرارات الكبيرة، وبيكون عنده عدم ثقة في قراره، وبيتجنب دايما ياخد قرارات مصيرية في حياته. بيكون معتمد على الناس ان هم يساعدوه ياخد قراراته زي اهله واصحابه، لانه للأسف اتعود على ده من هو صغير. لما بيواجه تحدي في حياته بيكون عنده مشكلة كبيرة ان هو يفكر في حل للمشكلة دي، لانه مش متعود على التفكير في مشاكله ولا تحمل مسؤولية افعاله. ممكن كمان يستسلم بسهولة لانه مش عارف يتصرف من غير توجيه. هيكون بيتجنب المخاطرة والتجارب الجديدة، وممكن يضيع فرص من ايده متتعوضش لمجرد ان هو خايف من المخاطرة. هيكون ضعيف الشخصية وبيخاف يعبر عن رأيه بوضوح او يدافع عن وجهة نظر. ممكن يكون حقه قدامه ومش قادر ياخده او ياخد موقف في اي نقاش او خلاف. ولانه مش متعود ان هو ياخد قرارات، فكل قرار في حياته ممكن يسبب له قلق وتوتر شديد، ممكن يوصل لاضطرابات نفسية او ضغط عصبي. ممكن تشوفوني ببالغ شوية، بس صدقوني دي الحقيقة. كلنا بنقابل ناس في حياتنا عندهم المشاكل دي، مش لازم يكون فيهم كل المشاكل دي، بس بيبقى فيهم حاجة او حاجتين من الحاجات دي، ومش بنكون عارفين ان المشكلة دي اساسها من الطفولة. فبلاش نعمل في اطفالنا كده، وخلونا ندوهم فرصة ان هم شخصيتهم تبقى قوية ويبقى عندهم ثقة بنفسهم ويقدروا ياخدوا قرارات بسيطة في حياتهم، علشان لما يكبروا يقدروا ياخدوا قرارات كبيرة في حياتهم بثقة. تطبيق الحاجات دي مع الطفل هيخلي الطفل شخصيته قوية. يعني ايه؟ يعني ان هو هيتناقش معانا في كل حاجة. لو بنديله اوردر معين وعايزين الموضوع يبقى سمعا وطاعة، ده مش هيكون موجود، لان هو اتعود ان هو يفكر، اتعود ان هو يفهم، اتعود ان اللي قدامه لما يديله اوردر يبقى هو عارف هو بيعمل كده ليه. فلازم نكون جاهزين لده ونوسع خلقنا شوية، ما نبقاش اللي هو لازم كل حاجة تحصل بسرعة وان الطفل ينفذ الاوامر. هو مش عسكري، لكن هو محتاج يفهم. طب هل الموضوع يستاهل ان احنا ندي اطفالنا وقت كبير على طول وان احنا نتكلم معاهم ونقنعهم، ويكون الموضوع ما بيننا وما بينهم مش مجرد اوامر بس بنقولها، لا احنا بنتكلم وبناخد رأي بعض؟ اظن بعد اللي انا قلته ولما نكون كبار هم بيبقوا عاملين ازاي، اكيد محدش يحب طفله يكون كده. اكيد كلنا نحب اطفالنا يبقوا عندهم شخصية قوية، يقدروا يمشوا حياتهم لما يكبروا لوحدهم من غير ما يكونوا خايفين او قلقانين او مش واثقين في قراراتهم. المرة الجاية هنتكلم عن اهمية التجربة والخطأ في تطور شخصية الطفل، واشوفكم على خير.